الله عليه، الله لا يضره، ما شاء الله عليه. ايش تفاصيل الحادث؟ الحادث طال عمرك في سيارة كانت تعبي بنزين وكان اللي مشبوك فيها، وهذه السيارة كانت قاعدة تشغيل. فدقت وهي في الموقع هذاك عند طرمبة البنزين بالضبط. جيتها من الأمام صدمتها، دفيتها دف لين ما وصلت هناك، فكان ضرر يعني احتمال يكون على الوقاية بعد. فلفيت ورجعت ودفيتها ثاني مرة. غيرت اتجاه السيارة ثاني مرة؟ غيرت اتجاه السيارة ودفيتها لين طلعتها برا المحطة، اساس ما يكون خطر على المحطة ولا على الناس الموجودين. الناس الموجودين كانوا يعني كان في موجود اعداد كثيرة داخل المحطة؟ كان في 60 شخص 70 شخص. يعني لو ما لا سمح الله لو ما تدخلت في الوقت المناسب كان عندنا حريق في المحطة كاملة. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. طيب الآن سيارتك تضررت؟ اي طبعا مثل ما تشوف هذا الضرر، والسيارة تشبت من تحت، بس اني طلعتها برا ومشيت فيها لين وقفت. ولا الجانب هذا مثل ما تشوف. سلطان الآن بس تشرح لي سيارتك الآن تعرضت إلى حريق؟ اختلف اللي بالسيارة الحريق الجنب هذا، والحمد لله تداركنا الموضوع ومشينا بسرعة حتى يخلص الحريق. ولا الأول ما احترق بدأ بالاشتعال الكفر الأمامي اليمين هذا، والجنب مثل ما تشوف، والواجهة مثل ما وضعت. بس فقط هذا اللي صار. يعني أنت الآن ولله الحمد بجهودك طول العمر وسرعة تدخلك ساهمت في إنقاذ من كارثة كبيرة، احتراق مثلا محطة وقود، أيضا محلات تجارية فيها سوبر ماركت، عمالة تتواجد وعدد من المتسوقين يفوق 60 شخصا. صحيح. طبعا تعرضت سيارتك إلى تلفيات كبيرة جدا، لكن نحمد الله على سلامتك. الحمد لله رب العالمين. هل كان معك أحد لحظة الحريق؟ ما كنت أنا بالواقف العالي وشفتهم وجبت السيارة. المقيم كان لوحده في السيارة؟ المقيم كان معه ابنه. فأول ما اشتعلت السيارة طلعوا من السيارة وتركوها السيارة.